ولعب على الايمن قريب. يا ولد يا ولد يا سيد عبد الحفيظ، يا ولد يا ولد يا لعيب يا سيد عبد الحفيظ. الدقيقة 9 سيد عبد الحفيظ والهدف الاول للنادي الاهلي. يا ولد يا ولد يا لعيب، ادي اللعبه وادي سيد عبد الحفيظ خطيفها على طول قريبه. ابراهيم سعيد على القريبه وسيد عبد الحفيظ رايح ولاعبها حلوه والمقدمه حمراء للنادي الاهلي. ادي اللعبه وادي الخطفه وسيد عبد الحفيظ يحلو جilberto عدى عماره وعايز يلعب الهات وخد لعب لبلال لمحمد عماره وأسامة حسني والهدف الثاني للنادي الاهلي. أسامة حسني في الدقيقة 33 أسامة حسني في الدقيقة 33 والهدف الثاني للنادي الاهلي. حلوة لكن جملة جميلة جدا. عمارة بلال لعبها أسامة حسني مكمل والدقيقة 33 والأعلام الحمراء على طول ترتفع في استاد القاهرة. أسامة حسني لعيب مميز جدا في لعبة بلال الجميلة، قطع بيها وده خط الظهر ولعبها من فوق عمرو عبد السلام عشان أسامة حسني جاي يتابع من ورا والهدف الثاني للنادي الاهلي. ادي اللعبة اهي تاني اهي ولعب جilberto كرة طويلة وعالية وجول اخيرا احمد بلال في الدقيقة 37. احمد بلال والهدف الثالث للنادي الاهلي. اخيرا ابتسم الحظ للهداف الدوري احمد بلال. اخيرا اهو ليه حق طبعا مع سيد عبد الحفيظ واحمد بلال في الدقيقة 37 والهدف الثالث للنادي الاهلي. لا النادي الاهلي النهارده يا جماعه شكله حاجه ثانيه خالص كتير. وادي الهدف اهو وهنشوف تغيير النادي المصري وادي بلال وعلى طول هيخرج رقم 5 محمد خيري. الكوره اهو عايز يلعب ويستلم لكن لسه الكوره مع النادي المصري والهجمه وهدف للنادي المصري. هدف مفاجئ في توقيت صعب جدا. هدف على طول بياسر محمد بيجيب الجول. ياسر محمد في الدقيقة 27. ياسر محمد لعيب مميز وهداف. ياسر محمد ادي خطأ شادي وعدى ويلعبها ياسر محمد والهدف لصالح النادي المصري و3-1 هيدي بقى ثقة للمباراة. هنشوف النادي الاهلي فكر